تعرفوا هاد؟ طيب هذا يا جماعة الدكتور وسيم ابن بديع الأسد، اللي ما عاد لا وسيم ولا بديع ولا حتى أسد. هاي أول صيدة بصراحة محرزة من بيت الإجرام. عراب الكبتاغون الأول في سوريا الأسد سابقا، وزعيم الجبهات اللي ما بيحب يغيب عن ساحات القتال بنوب. سجل الزعيم وسيم يا شباب مليان بالإجرام والقتل، وهاي أبرز ما يتميز به وسيم: تشكيل ميليشيات ارتكبت جرائم قتل وخطف وابتزاز، الاستيلاء على ممتلكات ومساعدات النازحين، فرض الأتوات على التجار واحتكار السوق المحلي، إدارة معتقلات سرية وممارسة التعذيب، التورط في تجارة الكبتاغون مع حبيب قلبه نوح زعيتر وتهريبه عبر موانئ الساحل بإشراف أمني مباشر وعلى عينك يا تاجر. وبهذا الخبر يا شباب اليوم السوريون ممتنون للعملية اللي نفذتها إدارة الاستخبارات بالتعاون مع وزارة الداخلية. تحقيق العدالة يا جماعة بلش، وراح يوصل لكل واحد مس شعرة من الشعب السوري. نهاية وسيم النحس بشارة خير للسوريين، وإن شاء الله العدالة جاية ومستمرة، وراح توصل لكل مجرم على شاكلة وسيم الأسد. وسلام.